السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده معايا احلى رز بالمكسرات وفراخ مشويه في الفرن. عايزه اقول لكم ان هي وصفه سهله قوي، ما خدتش مني وقت خالص، وفي ثواني بتبقى متبله، مش محتاجه مجهود. يلا بينا نخش على المقادير. عندي هنا الفرخه بتاعتي، اهم حاجه ما تبقاش كبيره، يعني الفرخه تبقى اقل من 2 كيلو، دي حوالي 2 الا ربع، مغسوله طبعا ومتنضفه. وعندي كوبايه ميه ونص كوبايه زيت وطماطميه مبشوره وجزرايه وبصل، وعندي حبهان وملح وفلفل اسمر وبابريكا وقرفه وسبع بهارات وورق اللوري. وهنخلط ده كله مع بعض، هنشوف ازاي دلوقتي مع بعض واحده واحده. هجيب عندي بوله فاضيه، هنزل بقى عندي بكل التوابل مع بعض، يعني ما كترش توابل، هي نص معلقه من كل حاجه، والملح طبعا حسب الرغبه. وهخلط ده كله مع بعضه زي ما احنا شايفين اهو. احط عندي الزيت واقلب ده كله مع بعض عشان احشي بيها الفراخ بتاعتي. طبعا الفراخ بتاعتي منقوعه ومتنضفه كويس جدا زي ما احنا شايفين مع بعض. اهم حاجه ان انا افتحها كده، يعني اخلي الجلد بعيد عن اللحم عشان اعرف احشيها كده، واخلي بالي ما يتقطعش مني، وابدا احشي الجوانب كلها. انا مسلكاها كلها زي ما احنا شايفين اهو، هدهنها من بره ومن جوه كويس جدا، واركنها عندي في التلاجة مش اقل من ساعتين زي ما احنا شايفين اهو. هدهنها كويس جدا. انا بقى هعملها بطريقه جديده، مش هحطها على الشوايه ولا في صينيه، انا هعلقها في الحامل. في حامل كده بيتباع يعني حوالي ب10 جنيه، مش كتير، بس حلو قوي اهو زي ما احنا شايفين مع بعض. ده موجود عند اي حد بتاع ادوات منزليه. واجيب عندي صينيه بطنها بالورق الفويل عشان ما تتبهدلش معايا. هوقف الفرخه كده بعد ما ركنتها شويه في التلاجة، واي خلطه كده هحطها زي ما احنا شايفين، واحط بقى كوبايه الميه في قلب الصينيه. بس هي بقى ايه، يعني هتبقى في الفرن مع نفسها كده، هتنزل الصوص بتاعها. بعد كده بقى هعمل الرز بتاعي. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. هجيب عندي حله فاضيه وانزل فيها ب3 معالق سكر، يعني انا هعمل 3 كوبايات رز، لكل كوبايه رز معلقه سكر. فانا حطيت 3 معالق سكر واسيبهم مع بعض كده يتكرملوا زي ما احنا شايفين. ما احطش اي ماده دهنيه خالص، زي ما احنا شايفين لون السكر بيتغير اهو. ما نقلقش من حاجه، احنا السكر مش هيأثر معانا في طعم الرز. مملاش بس معلقه السكر قوي زي ما احنا شايفين. خلاص هو بدأ يتكرمل معايا اهو. هكون عندي محضره الميه بتاعتي 3 كوبايات ميه برضو، طبعا على حسب مقدار الرز اللي انت هتعمليه. زي ما احنا شايفين اهو السكر بتاعي الكرمل كله، مش عايزه اغمقه اكتر من كده عشان هيمرر مني. تمام، انا كده هبدا اسقي الميه بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو. هحط 3 كوبايات، نفس الكوبايه اللي بعاير بيها الرز هي اللي عايرت بيها الميه. هكون بقى عندي محضره التوابل بتاعتي برضو، هقول لكم هي عباره عن ايه، هنشوف مع بعض. عندي كاري وملح وقرفه وفلفل اسمر زي ما احنا شايفين مع بعض، نص معلقه من كل حاجه، والملح طبعا حسب الرغبه. تعالوا مع بعض نعمل الرز بقى. هجيب عندي حله فاضيه، احط فيها حبه زيت مش كتار على معلقه سمنه، واكون عندي بشره بصلايه ناعم زي ما احنا شايفين اهو. وهنزل بالبصلايه بتاعتي لحد ما تاخد لون اصفر شويه او تدبل معايا. هقلبها كويس جدا عشان انزل عليها بالرز بتاعي زي ما احنا شايفين اهي، بدأ لونها يغير. هنزل بقى بالرز بتاعي مغسول ومتصفي كويس.
واقلبه كويس جدا. اهم حاجه ان انا اشوح الرز بتاعي كويس عشان كل حبايه رز تتغلف بالسمنه، ده اللي يطلع الرز مفلفل معايا زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. هبتدي بقى اجيب عندي الشوربه اللي انا عملتها واسقي بيها بقى الرز بتاعي واقلب كويس. بصوا الميه على قد الرز ازاي. هسيبها بقى تغلي وبعد كده بقى اوطي عليها. تعالوا بقى نعمل مع بعض الزبيب واللوز. هكون عندي غاليه ميه وانقعهم يعني دقيقتين كده في الميه عشان اعرف اقشره والزبيب يكون اتنقع معايا زي ما احنا شايفين اهو. هجيب بقى عندي طاسه واحط فيها معلقه سمنه عشان اشوح المكسرات. سمنه بلدي طبعا، عايزه اقول لكم بتفرق قوي في طعم المكسرات. انا كده صفيت الزبيب وقشرت اللوز وابدا احمر الكلام ده كله مع بعض. اي مكسرات عندي بقى بحطها. حطينا شويه بندق كده على شويه عين جمل برضو واشوح الكلام ده كله مع بعض. تقلبتين كده يعني دقيقه واطفي بقى عليه. عايزه اقول لكم الريحه فظيعه، ريحتها حلوه قوي. هبتدي بقى اشيلها واعمل شويه كبده برضو كده نزين بيهم الرز بيبقى طعمه حلو قوي. هجيب عندي طاسه احط فيها معلقه سمنه وانزل عندي بالكبده بتاعتي زي ما احنا شايفين اهو. هحط عليها بقى التوابل بتاعتي، شويه قرفه على فص ثوم على شويه ملح وفلفل اسمر مش كتير يعني ربع معلقه كده، على فصين ثوم مفرومين واقلب ده كله مع بعض برضو. وكده اكون خلصت الاكل معاكم. يلا نشوف هنزين سفرتنا ازاي. وده كان الشكل النهائي. يا رب اكون قدرت افيدكم، وعايزه اقول لكم وصفه في منتهى الجمال. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.